ويا هلا وغلا فيكم بفيديو جديد وقصة جديدة. وكالعادة قبل ما ابلش الفيديو يا ريت تحطوا لي اشتراك للقناة وتحطوا لي لايك وكومنت على هذا الفيديو. ويلا على السريع خلونا نبلش بقصتنا. وصاحبة القصة بتحكي لنا: يا بنات أنا حابة أحكي لكم قصتي عشان تكون سبب في تفاؤلكم، وعلى أساس إذا أي وحدة سمعتها وهي حاسة حالها تايهة أو ضايعة تسمعها وتتفائل. أنا بنت كنت طايشة، يعني كنت أطلع وأفوت وبشتغل، وأهلي كانوا جدا سيئين، يعني لا بتعرفي تحكي معهم ولا تفضفضي لهم ولا تشكي لهم ولا تتناقشي معهم ولا أي إشي. أما كمصروف لا إلهم دخل بمصروف ولا إلهم دخل بطلبات، يعني بالمرة، يعني خلص بس هيك أهل بس بالاسم. وأنا كنت بدي أي شغل على أساس إنه أنا أطلع من هالميمعة هاي اللي أنا فيها وأطلع من البيت، يعني صرت أدور على أي شغلة أشتغلها، وما كان معي طبعا لا خبرة ولا كان معي ولا أي إشي. أما كديني للأسف ما كنت أعرف عن الدين إلا اسمه، يعني لا دين ولا صلاة ولا حتى حظ أصلا بحياتي. لأنه لو بدي أحكي لكم من الناحية التانية كعرسان، ففعليا ما كان حدا يدق بابنا ولا حدا كان يتقدم لي ولا أي إشي، يعني لا حدا يدري عني إن كنت عايشة ولا ميتة ولا أي إشي حرفيا. وللأسف كنت أنا جدا بعيدة عن ربنا يا صبايا، يعني أنا كنت أطلع مع الشباب وأفوت وأتسلى. طبعا ما كنت إني أنا أخبص التخبص الكبيرة، بس فعلا كنت أنا أسوي إشغالات إني أنا كنت أطلع مع الشباب. كنت على أساس إنه أنا يعني لعل وعسى يعني واحد فيهم يتزوجني، أو إنه يعني هكذا إنه أنا أنتشل من الحال اللي أنا فيه. وأما شغلي كان جدا بيقرف، بس رغم هيك كنت أشتغل علشان بدي أنا أمشي أو أطلع أو أي إشي، وبدي أي إشي فعليا أنا أمشي حالي فيه يا جماعة، من مصاريف أو كتمضية وقت. وعشان ما أشوف أنا حدا من أهلي، خلص ما بدي أضلني أنا بوجههم ولا بديهم يضلوا بوجهي. خلص أنا بحكي لكم أنا كنت قرفانة من حالي ومن حياتي كلياتها. وكل يوم كنت أنا أحس حالي ماشية بالطريق الغلط، وكنت أضل أكابر على حالي وأكابر على حالي وأحكي شو طيب أنا ما أنا زي كل هالبنات، شو عم بعمل أنا زي كل هالبنات، وبالعكس هم كانوا يعني عايشين أحسن مني. فأنا كنت حاطة هاي المبررات لحالي، يعني عرفتوا علي كيف؟ لحد ما إجا علي يوم وصرت أحكي خلاص بكفي، قرفت من كل إشي وحسيت حالي يا جماعة بمستنقع رهيب. خلص حكيت لازم أصحى على حالي. ولعلمكم فعلا أخذت فيه القرار إنه أنا لازم أوقف. ليش؟ لأنه العمر قاعد بيمشي وخلص، يعني أنا ما فيش إشي، أنا ما في بإيدي إشي، أنا مش عاملة بحياتي إشي. السنين كانت بتمشي وأنا عم بكبر وفيش إشي أنا عمليته ولا منجزيته ولا محققيته. وأصلا كل اللي أنا كنت أنا أطلع معهم وأفوت معهم كانوا كذابين، لا بدهم يتجوزوا ولا فيهم نية بهذا الإشي. يعني أنا حلو إن أنا وصلت لهاي القناعة إنه ما منهم فايدة بالمرة، يعني كانوا عبارة عن تضييع وقت وبس هيك، يعني بس هيك يتسلوا ويقضوا وقت وهالمسخرة هاي. فتركت الكلام مع الشباب وتركت الشغل لأنه هو وقلته واحد. خلص لا الحكي مع الشباب مقدم لي إشي ولا هالشغل اللي بقرف مقدم لي إشي، بس هيك استهلاك طاقة، استهلاك طموح، واستهلاك همة على الفاضي، بس هيك زي ما أنا قلت لكم. فوقتها انجبرت إني أنا أقعد بالبيت، وهون بلشت أصحى على حالي وانتبه إنه كل البنات اللي بنفس عمري اتجوزوا، ومش بس هيك صار عندهم أولاد وأسسوا حياة وبنوا بيوت، وأنا محل لقف خلص مش منجزة ولا إشي زي ما قلت لكم. فهون وقتها قررت إني أنا أتقرب من ربنا وأتوب، وصرت ملتزمة بالصلاة وصرت أقيم الليل وأقرأ قرآن. طبعا أنا قلت لكم أنا كنت للأسف جدا بعيد عن الدين، فرحت أنا فتحت على حالي أبواب حياة تانية بالكامل، كلها عبارة عن صلاة وذكر وقرآن وقيام ليل. ترى أصلا يا جماعة أنا قصتي هاي الأساس منها إني أنا أحكي لكم عن معجزات قيام الليل، لأنه اللي صار معي فعلا كان معجزة. فكنت أنا فعليا أضل أدعي وأدعي وأكرر الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، وسورة ياسين ما كانت تروح علي أبدا، كنت دايما أقرأها. وكل ما كنت أتقرب من ربنا أكتر كنت أحس راحة بقلبي يعني رهيبة ما كنت أحسها قبل هيك. وكان يا جماعة فعلا في جواتي توبة صادقة، وضليتني على هالحالة 3 سنوات. طبعا يعني إجا علي أوقات يعني أنا كنت أحكي يا ربي أنا قاعدة بالبيت، وكنت أحيانا كتير إني أنا كنت أنا أكتئب لأني أنا مش عم بعمل إشي، بس رغم هيك ما فقدت الأمل، كنت أضلني أدعي وكنت أضلني أقيم الليل، وكنت أضلني خلص عندي يقين تام بإنه ربنا سبحانه وتعالى رح يستجيب لي ورح ينشلني من الحال اللي أنا فيه. لأنه يا جماعة فعليا ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا جدا جدا، بس أنتوا ادعوا، بس أنتوا اطلبوا شو بدكم من ربنا وربنا فعلا بيستجيب. وأهم إشي يكون أنتوا عندكم اليقين التام إنه ربنا سبحانه وتعالى رح يستجيب ورح يحقق لكم غايتكم، وفعلا ربنا رح يحققها. وبمر الوقت
وبعدها اجى النصيب يا بنات، وربنا فعلا استجاب وتقدم لي شاب. يا الله، هالشاب كان أدب وابن عيلة وأخلاق وصاحب دين، يعني رجل ما فيه عيب واحد. وطبعا لما تقدم لي استخرت فيه، وربنا راد إني أنا أكون من نصيبه، وخطبت وكان أحلى يوم بحياتي. وبعدها تزوجنا، وطلع يا جماعة فعليا هو الرجل اللي أنا كنت بدعي فيه بصلاتي وبقيام الليل. وأنا فعليا هلأ رح يصير لي تقريبا 3 سنوات معه، ومن أحلى وأجمل 3 سنوات بعيشهم معه. وأهله يا الله يا جماعة ما شاء الله من أحسن الناس، وهم بسمح لحدا يحكي معي حرف واحد، وعوضنا عن كل إشي. يا بنات بدي أحكي لكم شغلة، لا تفتحوا مجال لأي شاب إنه يستغلك، أو إنه مثلا يقضي وقت معك، أو إنه بس يضحك عليكي. لا 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 لا, لا تفتحي له مجال أبدا. بس انت ضلي ادعي ويكون عندك يقين بربنا، ودايما كونوا قراب جدا من ربنا، وادعوا وكثفوا الدعاء، لانه ما في اشي فعليا بعيد عن ربنا. واذا اي واحدة بتحكي وبتفوت مع شباب وخلص وبتحكي انه انا مش عم بعمل اشي غلط وبمضي وقت، نصيحتي وقفي واتركي كل اشي وارجع لربنا واطلبي منه، وقد ما تأخرت الاستجابة الا ما ربنا يستجيب، بس بشرط واحد بس، انه انت ترجعي لربنا وانت بنية صافية جدا. ارجعي وانت ميقنة انه بالدعاء ما في اي اشي بعيد، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى بغير الأقدار، صدقوني. وللعلم لليوم أنا ما بصدق إنه حياتي هيك بتجنن، وإنه الحمد لله ربنا رزقني وعطاني زوج من أفضل ما يكون، الحمد لله الحمد لله. لهلا أنا مو مصدقة، لهلا أنا بضلني زي إنه بتحسوه زي السحر، زي المعجزة، إني أنا فتحت عين غمضت عين لقيت حياتي كلياتها هيك مقلوبة، زي اللي معمول لها سويتش، زي كأني أنا عملت روح على عالم موازي، او انه مش عارفه. بس انا لهلا انا بشكر حالي على اني انا كيف انه انا صحيت على حالي فجاه، بدل ما انا كنت ناوي اني انا اضيع حالي. وبدي اياكم يا جماعه تصلوا على النبي واكثروا من الصلاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وسوره ياسين نصيحتي لكم ما تقطعوها، وقيام الليل لا تقطعوه لانه جدا سحر، والله يا جماعه بيسوي معجزات، والله العظيم سحر. امانه امانه كل ما تقيموا الليل انكم تدعوا لي وتدعوا لزوجي بالصحه وما يحرمنا من بعض، لاني انا ما إلي غيره سند، والحمد لله والله يا جماعة بعمره ما زعلني، ودايما شاري رضاي، ودايما بيجي على الكل ولا إنه يجي علي أنا، ودايما بوقف بصفي ودايما ساندني. فبس والله أنا حبيت أحكي لكم قصتي على أساس تكون سبب تفاؤل إلكم، على إنه أنتم ما تفقدوا الأمل. لو كنتي أنت ضايعة بحياتك، لو كنتي أنت حاسة حالك إنه أنا حياتي مش صح، مش ظابطة، مش عم تمشي زي ما أنا بدي، أنا حبيت أحكي لكم إياها عشان تعرفوا إنه ربنا على كل شيء قدير. بس أنت ادعي، بس انتي ركزي النية وتكون نيتك صافية. اهم اشي ضلي حوقلي وضلي استغفري وقومي ليل، وان شاء الله ربنا بيعمل لك كل شي بدك اياه. وهاي كانت نهاية قصتنا. اسمعوا قصة خفيفة لطيفة، تمام؟ ويا صاحبة القصة الله يسعدك يا رب ويحميكي ويخليكم لبعض انتي وزوجك. يا صبايا بتعرفوا انه كلامها جدا 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 صح، يعني الاستغفار والحوقلة. تعرف انه انت لما في اشي اصلا، انه انت لما تقرأي سورة البقرة كل يوم، تمام، وانت في ببالك نية، فعليا النية هاي بتتحقق، لانه سورة البقرة يا الله، تمام. وفي سورة الواقع كمان هاي انه لجلب الرزق، اذا انت بدك يصير في رزق بحياتك، وهكذا وهكذا سورة الواقعة. وبكيف انه انت مثلا لو عندك مسبحة ألفية، حوقلي ضلك احكي لا حول ولا قوه الا بالله. برضه هاي كمان ما شاء الله دائما 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 احكي لكم اياها، مع انه مش صح اني انا احكي، بس انا ما شاء الله ما في مره انا كان بنفسي اشي، تمام، ومسكت المسبحه الالفيه وقعدت حوقل غير وتحقق الاشي، لانه الحوقله ما شاء الله دائما 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 بتسهل الاشياء وبتقربها اليك. عرفتي علي كيف؟ فبس والله هاي كانت قصتنا، وبتمنى اسمع رايكم بالقصه هاي. وكالعادة حاط لكم أنا رابط التيك توك والإنستغرام صندوق الوصف لأي بنوتة حلوة حابة تبعت لي قصتها عشان أنا أشاركها.